وسمعنا يا عم الحدوته. ايه اوه يلا زملكاوي. رجاله يالا رجاله يالا، اقسم بالله لعبت الزمالك النهارده رجاله، وطول الموسم رجاله. نقطه يا رجاله، نقطه واخد الدوري ال 15 نقطه، واكون عملت موسم تاريخي تاريخي زملكاوي. نقطه واكون عملت انجاز عظيم هيسجل في تاريخ نادي الزمالك على مدى تاريخه وعمره. نقطة واحدة واخد دوري، نقطة واحدة وخلاص. ترتاحوا من كل حاجة. خلاص بقى موسم عظيم عملتوه، هتكونوا سطرتوا اساميكم بحروف من نور في موسم اعجاز، في موسم عظيم. فالنهارده لازم اسقف لهم كلهم بلا استثناء، واولهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي النهارده كان بيدافع وبيهاجم وبيجري وبيموت نفسه وهو عنده 40 سنه. 40 سنه يعني مجهود، بيعمل مجهود شاب. اقسم بالله في لعيبه كانت موجوده ما كانتش تعرف تعمل مجهود من فرقتين. ما كانش بيعمل، يعني ما كانش قادرين يعملوا المجهود اللي بيعملوه دوت. اقسم بالله ما كانش قادرين يجروا المجهود اللي بيعملوه ده. يا جدعان بيموت نفسه، ده لعيب بيموت نفسه. عارف يعني ايه بطولة، عارف يعني إيه انك تاخد بطولة بعد موسم شاق، لانه شاف وعانى وشاف ومر بازمات مع نادي الزمالك عمره ما شافها في تاريخه. احنا عندنا في الزمالك بتشوف اهوال واحداث وحاجات غريبة عجيبة. فهو عاصر موسم عصيب، عاصر موسم صعب، وعارف قيمة يعني ايه بطولة، وعارف يعني ايه خلاص في النفس الاخير افنش بطولة. فدوت لعيب ترفع له القبعه وتسقف له بجد بجد. لو اتكلمنا على الماتش، هو الشوط اول احنا ما جيناش اصلا، ما جيناش. والشوط الثاني برضه ما جيناش غير هي ربع ساعه اللي نزل فيها اخوان بتزيرة، هو صنع الجون وطلع والجامد قوي عدي الدباغ اللي بيجي في اوقات حاسمه قوي وبيخلص لنا الماتش. ودي نعمه عند ربنا، انت عندك حد بيخلص بينجز زي اخوان بتزيرة، واخوات بنزرة تاني، واخوات بنزرة تالت، واخوات بنزرة رابع. هو اللي يفك الشفرة، هو اللي عندك اللاعب بيفك الشفرات، هو مش غيره. فعشان كده كابتن معتمد جمال خاف عليه طلعه على طول، لقاه خلاص بيتعب، تعب تاني اطلع على طول. عندنا لسه في افريقيا وعندنا الدوري لسه، انجز يا حبيبي، مش هنغامر بيك. انت عملت اللي عليك، عملت لنا جون وكتر الف خيرك. فاحنا يا جماعه محدش ابدا يلوم على الاداء، محدش ابدا يلوم على الاداء. احنا ما كناش حلوين النهارده، شوط اول شوط تاني ما جيناش، بس احنا بنلعب تحت ضغوط، وفي لعيبه موجوده بتلعب في الزمالك ما جربتش الضغوط دي. صعب عليها يا جماعه، صعب عليها. انت وثالثا ما حدش يلوم على كابتن معتمد جمال، ما عندوش اصلا لعيبه، ما عندوش لعيبه. ده احنا محمد اسماعيل بنلعبه باك يمين، العب خط وسط، العب مش عارف ايه، فتوح العب خط وسط، العب باك يمين، العب باك شمال. يا جدعان ما فيش لعيبه نحطها في اماكن معينه، مفيش حد، ما عندناش حد. فكتر الف خير كابتن معتمد جمال. ثالثا بقى ناصر منسي، ده اللي اعتمد عليه بس الوحيد. ناصر منسي يا عم، ناصر انت مالك في ايه؟ ده مش عارف يشيل رجله يا جدعان، مش قادر يجري، مش قادر يسيطر على الكوره. مش عارف بقى قله ثقه، مش عارف، انا مش فاهمه. يعني يا ناصر احنا محتاجينك في اخر ماتشات، الحق نفسك، المفروض تلحقنا وتنجزنا وتخلصنا وتثبت نفسك لنا ان انت في الاوقات الحاسمه بتخلص زي ما كنت حاسم قبل كده في السوبر الافريقي، وكل ماتش كنت بتكون حاسم فيه. برضو عتابي على محمد السيد، الكوره انجز يا محمد، انجز شويه في الكوره يا محمد، الكوره مش ناقصه يعني بطء وبتاع. الكوره جايه لك النهارده، كنت ممكن تعمل لنا جون تاني. لا انجز، الكوره عاوزه انجاز، مش ناقصه ترقيص بقى وتقعد تعمل لنا فيها. لا انجز، خلص نفسك عاوزين سرعه. لكن بجد تحيه للاعبي الزمالك. بس برضو الدوري لسه ما خلصش، وعندك ماتش سيراميكا وما ادراك ما سيراميكا والاهلي، واداره الاهلي وسيراميكا، خلي بالكوا من دي. فلازم تنجز الماتش الجاي وتحط جون وتريح نفسك يا معلم. تريح نفسك بقى، جون واحد بس، هو جون واحد. ريح نفسك وارجع دافع يا باشا، ونام عليه. هو جون واحد ونام عليه، مش اكتر من كده ولا اقل. الماتش الجاي صعب، لسه ما خدناش الدوري برضه، بس النهارده
افرح وبكره استعد. خير ان شاء الله، والدوري ال 15 ان شاء الله باذن الله في 100 عقبه. السلام عليكم.